وأحب أن أهنئكم على ما حققه نادي الهلال من بطولات عديدة خلال هذا الموسم، راجيا من المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم للهدف الذي نسعى من أجله جميعا. عندما حققنا بطولة الدوري لهذا العام لم تكن إلا ترجمة واقعية لمجهود بذله الجميع، لاعبين وجهاز فني والجماهير الهلالية ثم الإدارة. فالإدارة لم توجد أساسا إلا لتنال شرف خدمة هذا الكيان، وبنفس المجهود أيضا استطاع أبناء الهلال التشرف بالوصول إلى نهائي كأس مولاي صاحب الجلالة الملك المعظم. رغم العراقيل التي أوجدها البعض لتحرم الهلال من هذا الشرف، وسيستمر الهلال دائما وأبدا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وبجهود جميع محبيه ساطعا وثابتا في مكانه. أما بالنسبة لبقية الألعاب فقد شقت طريقها بنجاح وثبتت أقدامها بقوة وعزيمة، وهي تنتظر الموسم القادم ليكون بداية مشوارها لتحقيق البطولات. ولن نستطيع تحقيق هذه الأهداف إلا بوقوفكم معنا كما عودتمونا، وأيضا تفهم وفاعلية الاتحادات المعنية، فباستثناء اتحاد القدم والطائرة والجمباز والكاراتيه، يحز في نفسي ويؤسفني بأن أقول بأن بقية الاتحادات وجودها مثل عدمها. فهي لا تقدم بل تؤخر، نتيجة سلبيتها وخمولها. وأيضا هنا أستثني اتحاد اليد العزيز، فهو فاق الجميع بمواقفه اللا طبيعية لا العجيبة ومحاولاته الدائمة لإظهار نفسه وتأكيد وجوده بمحاربة الهلال. فمن هو اتحاد اليد وما مدى شرعيته؟ والمسؤولين فيه يدركون تماما بمعنى من هو والشرعية. فأي اتحاد كان لم يوجد أساسا إلا لخدمة وتنظيم ومشاركة الأندية، ويكون الضابط للمنافسة الشريفة لا أن يكون متسلطا مستخفا ومتجاهلا للمفاهيم الرياضية. فلم يكن قرارنا بعدم المشاركة في اللعبة وليدة انفعال لحظة، بل كان من خلال تجربة طويلة ومريرة، فجاء القرار لتفهيم من لا يريد أن يفهم الواقع، وجاء القرار أيضا نتيجة ليدافع عن حق مشروع. فنحن نرفض أن يعطي الغير انطباعا خاطئا ويشوه الصورة الرياضية الغير مطابقة للواقع الحقيقي، والمراد منه إظهار أبناء الهلال بصورة غير التي هم عليها. فليعلم اتحادنا العزيز بأن الهلال مدرسة أخلاق، من خلالها تخرجت أجيال وأجيال شغلوا مراكز الرياضية رفيعة، وكان لهم شرف المساهمة في تطوير ورقي الرياضة. فمهما حاولوا فنحن نرفض أن نشارك، ونرفض أن نجعل سمعة الهلال تحت وصاية اتحاد اليد أو أي اتحاد كان. وبالرغم من الصعاب فما زلنا متأملين في المستقبل لوجود شخص فوق الهرم الرياضي، شخص استطاع أن يحقق ويحقق الكثير، ألا وهو صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز. فباسمي واسم مجلس الإدارة نؤكد للجميع بأننا سندافع بقوة عن حقوق النادي ما دام الحق لنا، وأن نبذل كل ما في وسعنا لكي يكون الهلال دائما وأبدا في مكانه الطبيعي متألقا في الصدارة.
معذرة أيها الإخوة الحضور إن أطلت عليكم، لكني أردت أن أضع نقاط على الحروف. والسلام عليكم.